السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. فيديو النهارده حلو جدا. في البداية بس كده حابة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 جدا. عارفة إن أنا اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديوهات، بس كنت بمتحن. دعواتكم ليا بالتوفيق ان شاء الله، مش هغيب عنكم كل الفتره دي تاني. هنعمل مع بعض النهارده حاجه حلوه جدا. هنعمل مع بعض الفول النابت بطريقه سهله جدا، هيطلع معاكي مستوي ولونه فاتح وطعمه في منتهى الجمال. وكمان هنعمل شويه قراقيش او منين او شويه قرص طريه يستاهلوا فعلا بقكم. عايزه اقول لكم الوصفه دي رهيبه، انا فطرت واتغديت بيها. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه بالظبط. اول حاجه معايا هنا الفول ده حجمه كبير زي ما انتم شايفين كده. ببدا ان انا انقيه لو في اي واحده مش حلوه او كده، ولو فيها اي حاجه زياده ممكن بشيلها. وبعد كده بقى اجي في الحوض اغسلها كويس جدا 3 4 مرات، واغسل واصفي واغسل واصفي وهكذا لحد ما يكون معايا نظيف تماما، عشان طبعا لو في تراب لو في اي حاجه يكون معاكي نظيف. بعد كده بقى بعد ما تغسليه صفيه كويس جدا وحطي فيه ميه تمام بالشكل ده. وبعد كده بقى غطيه وسيبيه منقوع كده ليله كامله. من وقت للتاني خديه اغسليه وغيري عليه الميه، وهكذا لحد ما يكبر معاكي وحجمه يتضاعف ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا ان انا احطه في مصفى كبيره كده، تاخد كل الكميه اللي معاكي. الكميه دي كانت حوالي كيلو الا ربع كده من الفول، وما شاء الله عملت معايا صينيه كبيره جدا. بعد كده بقى اي قماشه قطن عندك تبليها ميه وتعصريها كويس جدا وتحطيها. ومن وقت للتاني وانت رايحه كده رايحه جايه داخله المطبخ خارجه من المطبخ، رش عليها شويه من الميه لحد ما يبدا ينبت معاكي بالشكل ده. تمام. برضه اهو نفس الكلام، ارشرش فيه ميه. المنين بقى ماما هنا كانت بتعمله، حطت كيلو دقيق عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، 3 4 معالق كبار من السكر، ربع معلقه صغيره كده من الملح، وحطت شويه من السمسم وشويه من جوز الهند. وسيحت معاها هنا 200 جرام من الزبده او السمنه. تمام، سيحتهم مجرد بس ان هم يدوبوا. وبعد كده حطيتهم بقى وبدات تلم العجينه كويس جدا بالشكل ده. وبعد كده لمت العجينه بقى بشويه من الحليب وشويه من الميه لحد ما بقى الطريه معانا بالشكل ده. بعد كده بقى تبدا ان هي تقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، الحجم طبعا برضو اللي انت حباه. تمام. قطعت كل الكميه وبدات بقى ان هي تفردهم بالشكل ده وترص على طول في الصينيه. هنا بقى المنين او القراقيش بدات ان هي تعمله رول بالشكل ده، وبعد كده تضغط عليه تفرده. وبعد كده بقى بتقطعه بالسكينه، هو بيكون حجمه تخين شويه وبيتقطع بالسكينه عشان احنا بناكله مع الفول. تمام. هنا بقى كانت القرص خمرت معانا. قبل ما نسويها هنبدا ان احنا نخرمها بالشوكه بالشكل ده، وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 الرف السفلي لحد ما تستوي معانا من تحت وتاخد لون. نشغلها شويه وبس كده، طريه وحلوه جدا. شايفين هنا بقى الفول نبت معانا ازاي وبقى شكله جميل جدا؟ شايفين الجمال؟ انت هتسيبيه كده لحد ما ينبت معاكي. الايام بقى اللي انت تسيبيها يعني ممكن يقعد معاكي يوم يومين، اهم حاجه ان هو ينبت معاكي بالشكل ده. هاخده بقى اشطفه كويس جدا. وبعد كده هنا معايا الميه بتغلي، حطيت فيها طماطمايه جزرايه، حطيت فيها بصلايه كده كبيره، بقسمها بقطعها قطع كده زي ما انتم شايفين، قطع كبيره كده. لو حابه تكتري في البصل كتري، بيبقى طعمه حلو جدا. بعد كده بقى احط شويه محترمين كده من الفلفل الاسود وشويه من الكمون بالشكل ده، واحط شويه صغيرين من الشطه وشويه من الكركم، واسيبها لحد ما تغلي. وبعد كده هنزل عليها بالفول وهغطي بقى واسيبها لحد ما يستوي معانا. تضغطي عليها بالشوكه كده تلاقيها استوت معاكي وبالشكل ده. خلاص بقى نحط لها الملح، ولو عايزه تزودي كميه الميه مفيش اي مشكله حسب رغبتك طبعا. وبعد كده هطفي عليها وخلاص كده احنا خلصنا الفول النابت. طريقته حلوه وسهله وبسيطه وطعمه في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. وما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنت حلو تفرحوني بيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.